بسبب الاختراق الغير أخلاقي حياتي انتهت في السجن. السلام عليكم، فيديو جديد، قصة جديدة، أتمنى إن تعجبكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. مشاهدة ممتعة. أنا محمد، من صغري وأنا عندي شغف كبير بالاختراق، ولكن كان الاختراق الأخلاقي. ولكن إحنا عيلة متوسطة الدخل، يعني بمعنى صح اللي جاي على قد اللي رايح. نسيت أعرفكم، والدي يعقوب وأمي جوهرة. والدي شغال باليومية، يعني يوم شغل ويوم لأ. وكان ليا خال مسافر وأنا في مرحلة الإعدادية. كان يومي عبارة عن مدرسة وبيت، وفي البيت كنت بتعلم الاختراق الأخلاقي وأطور من نفسي يوم بعد يوم. في من الأيام كان خالي نازل من السفر، وقتها كان بيكلم أمي عايزين حاجة من بره. وقتها من عزة نفس أمي قالت له لأ، على الرغم من الظروف السيئة اللي احنا مرينا بيها. وقتها قلت بصوت عالي: خالو أنا عايز كمبيوتر. وقتها خالي سمع الجملة، وأمي زعلت مني جدا عشان أمي عينها مليانة. وانتهت المكالمة على كده. ولما نزل خالي من السفر جالنا زيارة، مع ان المفروض العكس. وقتها فتحت الباب لقيت خالي جايب له كمبيوتر. وقتها كمية فرحة ما كانتش طبيعية، فرحت جدا بالكمبيوتر. واول لما جاب لي الكمبيوتر اخدت الكمبيوتر ودخلت الأوضة وركبته. حتى من الفرحة نسيت اقول له شكرا. وانا طلبت الكمبيوتر عشان اتعلم الاختراق بشكل افضل واكبر. وبعدها عدت الايام والاسابيع وانا حياتي عبارة عن مدرسة وتعلم الاختراق. ووقتها خلصت المدرسة ودخلت الجامعة، وكان تخصصي له علاقة بالاختراق ولكن الأخلاقي بس. وتعلمت وطورت من نفسي. وجي يوم من الأيام وزي ما تقول كان اختبار. كان ليا واحد صاحبي وقتها اشتكالي إن في واحد بيبتز أخته وطلب مني المساعدة. ووقتها وافقت وطلبت منه يبعت لي الإيميل اللي كان بيبتز منه أخته. ووقتها روحت البيت وبالفعل صاحبي بعت لي الإيميل. وقتها بدأت أشتغل وأكمل شغلي، وبالفعل قدرت أوصل لحسابه وكمان حسابه البنكي، وقدرت أخترق موبايله وقدرت أمسح كل حاجة ليها علاقة بموضوع الابتزاز. وبعدها صاحبي عرض عليا فلوس ولكن رفضت، وأخته شكرتني جدا. وبعد الموضوع ده الموضوع اتشهر في الجامعة بشكل مش طبيعي. كان أي حد عنده مشكلة كنت بحلها له مقابل مادي بسيط. عدت الشهور وكان تقريبا لسه لي سنة واتخرج من الجامعة. جه شاب جديد للجامعة اسمه يحيى. انا كنت شخص اجتماعي جدا. اتعرفت على يحيى وزادت علاقتي بيه. وبعدها يحيى قال لي انا مخترق زيك بس يفرقني حاجه واحده. قلت له ايه؟ يحيى قال لي انت مخترق اخلاقي بس انا مخترق غير اخلاقي. وقتها بحكم ان مخترق اخلاقي انا عارف يعني ايه المخترق الغير اخلاقي. معنى اصح المخترق الاخلاقي شغال قانوني، اما المخترق الغير اخلاقي غير قانوني. وقتها يحيى كان شغال في منظمه تابعه للاختراق الغير اخلاقي. بس بأمانة ربنا يحيى كان شخص طيب جدا ومحترم وما كانش بيأذي حد غير لما يأذيه. ووقتها يحيى علمنا الاختراق الغير اخلاقي وتعلمته في شهر واحد بس. وقتها يحيى دخل المنظمة واتخرجت من الكلية بتقدير جيد جدا. وبعد ما اتخرجت من الكلية والدي جاب لي لابتوب هدية. دخلت المنظمة واتعلمت حاجات كتير جدا ليها علاقة بالاختراق الغير اخلاقي. كان في المنظمة دي ما كانش بينادي حد باسمه، لا، كان كل واحد ليه اسم مختصر. انا كان اسمي ماد ويحيى كان اسمه كات. كان شرطين للاسم: اول حاجة ان الاسم ما يكونش بتاع حد، تاني شرط ان الاسم يكون من 3 حروف بس. وكان شغلي في المنظمة دي كله غير قانوني: تجارة عملات، تجارة اسلحة، كمان سرقة مستندات مهمة جدا. وفي الفترة دي اثبتت كفاءة عالية جدا في الشغل، ولكن صاحب المنظمة ما كانش بيقدر شغلي. وفي الفترة دي كونت صداقات جديدة مع مخترقين. عملت منظمة جديدة وسميتها ذا ماجيك. انا صاحب المنظمة ويحيى المساعد بتاعي، وكمان يشتغل معايا المخترقين اللي عرفت عليهم في المنظمة اللي كنت شغال فيها. كملت نفس الشغل اللي كنت بشتغله في المنظمة التانية اللي هي تجارة عملات، تجارة أسلحة، سرقة مستندات مهمة. حتى وصل بينا الحال اللي احنا قدرنا نسرق مستندات مهمة لوزراء في الدولة. اتوسعت جدا في المنظمة حتى لدرجة ان يشتغل معايا اكتر من 350 مخترق من جميع انحاء العالم. كنت بقبضهم قبض كويس جدا وعالي مقارنة بالمنظمة اللي فاتت. وقتها كان معايا فلوس كتير جدا واشتريت بيت لأهلي. البيت ده كان فيه غرفة سرية، الغرفة دي كانت خاصة بي أنا. من كتر الفلوس اللي معايا والدي قعد من شغله. وقتها شفرت الإنترنت. كان الإنترنت بتاعي منفصل، يعني أنا ليا إنترنت خاص بيا وأهلي ليهم إنترنت تاني. استمريت في شغلي لدرجة إن كان معايا فلوس كتير جدا ما كنتش عارف أولها من آخرها. بالفعل قدرت أسرق مستندات مهمة جدا لوزراء في الدولة. وأثناء الأحداث ديت جالي خبر ان المنظمه القديمه اللي كنت شغال فيها اتمسكت من الشرطه. وقتها المفروض يجيلي خوف ورهبه، بس ما جاليش كده ابدا، بل بالعكس فرحت عشان المنظمه دي كانت بتنافسني. وفي يوم من الايام
كان يحيى بيسرق مستندات لوزراء في الدولة، ووقتها حصلت المشكلة لما خلص يحيى سرقة المستندات ودخلها السي في بتاعه. وقتها كانت مشكلة كبيرة عشان يحيى نسى النظام وما شفرهوش بعدها، ولكن الوقت اتأخر. عرفت الشرطة مكاننا وقدرت تحدد مكاني أنا تحديدا عشان أنا صاحب المنظمة. وأنا كنت قاعد في الأوضة سمعت صوت شرطة، وأول لما سمعت صوت شرطة قفلت اللابتوب على طول وخدته في الشنطة وقفلت باب الأوضة. نسيت أقول لكم حاجة، باب الأوضة متشفر، يعني بمعنى صح برقم سري، ومحدش يقدر يدخل الأوضة دي غيري أنا بس. أخدت اللابتوب اللي في الشنطة وطلعت على السطح، ومن سطح السطح لحد ما نزلت الشارع. أخدت عربيتي وانطلقت لبيت يحيى عشان أعرفه المشكلة. رحت لبيت يحيى وسلم عليا وعرفت المشكلة اللي هو ارتكبها. وقتها يحيى قال لي ما تقلقش، كل حاجة تمشي بخير، ريح انت بس وبكرة نتصرف. نمت عند يحيى الليلة دي وصحينا تاني يوم وقلت ليحيى نعمل ايه. قال لي في حل واحد بس، ان احنا نسافر من الدولة دي. اتفقت مع يحيى ويا ريتني ما اتفقت، عشان اسمه وصوري موجود في جميع انحاء المطارات عشان انا يعتبر مجرم. اخدت عربيتي انا ويحيى واتجهنا ناحية المطار. دخلنا المطار، واول ما دخلنا المطار لقينا الشرطة. حاولنا نهرب ولكن خلاص الشرطة محوطانا من كل حتة. اتحكم عليا بالسجن لمدة 20 سنة ويحيى 10 سنين. وقتها اهلي زعلوا جدا وعرفوا كل اللي حصل، وعرفوا من هاكر غير اخلاقي. كده انتهت حياتي في السجن. ودي كانت نهاية القصة، واتمنى ان تعجبكم. ما تنساش اللايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. كان معاكم مصطفى، سلام.